بنجومي فاميلي، واستعد لأفضل لحظات الترفيه في العالم، عالم الكوميديا الكرتونية. ما تفتكروش ان اي ضيف بيجي لنا هنا بنختاره بطريقه عشوائيه. علشان تنول شرف انك تقف قصادي هنا لازم ينطبق عليك شرط من احد الشروط التاليه، يا اما مين اجى بهذا الوقت؟ اوفر او نافر الاداء او يكون متسيح. شو قطقوطي كمان انتي بدك تعرفي مين اجى لعنا؟ النهارده بقى دي ملكه عملت كل حاجه علشان الناس تتكلم عنها. اتجوزت مطرب مفاجأة. ماني مصدقة عمتي. شو؟ ما في أهلاً وسهلاً؟ أكيد أهلين وسهلين، بس تفاجأت الصراحة. فقررت اجيبها واعمل لها شو مين اجى يا ترى؟ وكمان جنى إلها سنتين وهي واقفة على الباب. شو بتحب الحكي؟ شو قطقوطي انتي ما بتعرفي مين اجى لعنا؟ تفضلوا أهلين وسهلين فيكم، نورتونا يا عمتي. شكراً يا بنتي، منورة فيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو؟ عمتي؟ هيك يا أهلاً وسهلاً فيكي يا عمتي. تسلمي يا بنتي، أهلاً، تسلمي. والله أحلى مفاجأة. شكراً يا حبيبتي، والله اشتقت لكم كثير. ونحن كمان يا أحلى عمة. حبيبتي أنتي. أهلين بشموسة الحلوة. أهلاً فيكي نجومة. تفضلي ارتاحي يا عمتي، ليش واقفة؟ شكراً حبيبتي. شوفي ما أحلاها. إيه والله كثير حلوة. شو نجومة جبتوا قطة على البيت؟ يا إيمي شوفي شو صار. احذري مين إجا لعنا. كيف بدي احذر؟ ينزل علي الوحي مثلا؟ بس حاولي احذري. لا تجننيني، قولي مين وخلصيني. هنن شخصين إجوا من تركيا. مين؟ مهند ونور اجوا لعنا مثلا؟ لا عمتي. شو؟ عمتك؟ امتى اجت؟ من شوية. شو هالمفاجأة الحلوة؟ شكراً يا حبيبتي. يا أهلين وسهلين، نورتونا. أهلين يا بنتي شمس، كيفكم؟ كيف الصحة؟ والله الحمد لله نشكر. شو اختي زوجي؟ من امتى اجيتي من تركيا؟ والله بالأمس، وما حبيت خبركم لحتى سوي لكم مفاجأة. والله أحسن مفاجأة. شكراً يا حبيبتي. هاي أكيد أمي قالت اسبقي ورح ألحقك. السلام عليكم يا جدتي. وعليكم أهلين السلام وسهلين يا فيكي. بنتي. تفضلي بيوك عني. شو هاي بكاني؟ مين بكاكي؟ لا يا جدتي، بيوكني تعني جدتي بالتركي. والله بيقولوا من عاشر قوما 40 يوما صار منهم، بس انت يا بنتي في 40 ثانية صرتي منهم، بسرعة صرتي تحكي تركي. دورو. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين وسهلين بحماتي أهلا الحلوة. فيكي يا بنتي. الله يرضى عليكي. أهلاً فيكي يا بنتي. الله يرضى عليكي. شو أمي؟ أنا الصراحة أول مرة أشوف كنا بتحب حماتها. هذا كله بس هيك لأنه قدامك. حماتي؟ جدتي؟ شو هالحكي؟ شو؟ عم بمزح أكيد. والله اشتقت لمزحك يا أمي. اي والله ما في أهضم من مزح حماتي الصراحة. شي يوم أكيد راح تجلطني بمزحها. شو عمتي؟ بدي أسألك، صمتي أمس؟ شو هالسؤال انت؟ استغفر الله، ليش في حدا بعيلتنا ما بيصوم؟ شو فيها؟ أنا سألت لأنه بعرف إنه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم في السفر، مو هيك يا عمتي؟ إيه حبيبتي هيك، بس هذا الكلام عن السفر الشاق، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان السفر شاق جدا وطويل وعلى الجمال، مو مثل اليوم صرنا نسافر بطيارة ورفاهية، يعني ما في شقاء. ماما يعني هون بيكون الإنسان مخير مو هيك؟ إذا بيريد يصوم أو لا. إيه حبيبتي هيك بالضبط. ما شاء الله صارت شيخة علينا، عم تفتي علينا كمان. ما شاء الله على بنتي، ثقافة وجمال مثل أمها. شوفي بيوكاني، ليش عم تطلعي فيني هيك؟ شو هذه اللي لابستي؟ هذا البسة حلو كثير مو؟ شو قلتي؟ شو هذا؟ يا أمي البيزي يعني فستان بالتركي.
والله بيكون هذا كل شيء إلا فستان يا بنتي. يا حماتي بس البنت لساتها صغيرة. شو صغيرة وما صغيرة؟ ما بيصير هيك لبس. بس يا أمي لا بس ولا شيء. روحي نجومة أعطيها فستان من عندك. حاضر يا جدتي. تعالي شمس معي. يلا اجيت نجومة. وأنا كمان جاية معكم. شو بنتي، نقضي رمضان هون ولا نروح على بيتنا؟ أكيد رمضان كله هون، ما رح خليها تروح لمكان، كمان هذا بيتها. شكراً يا أحلى زوجة أخ بالدنيا، والله رمضان أحلى معكم. والله حقكم مثلتوا رمضان هالسنة. لو ما كنت بعرف الحقيقة كنت صدقت إنكم بتحبوا بعض عن جد. يلا اطلعي شموسة، خليني أشوف جمال فستاني عليكي. لا ما بدي أطلع، أكيد رح تضحكوا علي. اطلعي لا تخافي، أكيد ما رح نضحك. طلعت يا ما أحلى نورها شمس الشموسة، يلا بينا نملى ونشرب لبن الجاموسة. يلا شموسة يلا. شو رأيكم؟ حلو كثير بس طويل شوي. شو شوي أنت كمان؟ بتقولي كأنها لابسة فستان من عند أمي مو من عندك. بالرغم نجومة قصيرة مثل القزم، بس مع هيك إجاكي طويل غريب. شو قصدك بهالكلام؟ يعني أنت قصيرة ولازم تعيشي مع عائلة السنافر مو معنا. شو قصدك يا زرافة؟ عاملي معي حرب صغيرة، قالت لي هاش هاش، قلت لها مين هاش هاش؟ حطت لي زرافة. شو بها الزرافة طويلة وبيخافوا منها 3/4 الحيوانات. يا لطيف شو هالصوت؟ إذا عادي كنتم ولا. عذاب الصراحة. والله الفنان محمد عبده كتير مهضوم. شو زعلتي؟ عم بمزح معكي. وأنت كذلك لا تفوت الفرصة. اشترك في قناة نجومة فاميلي ليصلك كل جديد من الحلقات الكوميدية الممتعة. شوفي شو صار. ال شو؟ يخرب بيتك. الكرتونة. شموسة احكي لنا، بتشوفي ممثلين في تركيا؟ ايه بشوف بس مو دايما. يا عن جد؟ طيب شوفي هذا بتشوفيه؟ ايه مرة شفته بالسوبر ماركت. بحبه انا كثير لمراد علمدار، كثير هيك حلو، كاريزما وشهامة وكمان. اصحي حبيبتي اصحي، هذاك بس تمثيل. لا عن جد عنده هيبة مو طبيعية، لما يدخل على مشهد كل الناس بتخاف. طبعا لأنهم ممثلين وعم يقبضوا راتب لحتى يمثلوا إنهم خايفين. شو يعني شموسة؟ كله كذب؟ طبعا نجومة كله تمثيل، ما رح تلاقيه يتجول بمسدس في الحقيقة. شو يعني؟ راحت الهيبة؟ ما كانت موجودة أصلاً. شو وين راح السمك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وين السمك؟ أستغفر الله. مين راح ياكله يا لطيف برمضان؟ ليكون ابني الفجعان أكله. تعال يا أحمد تعال. شوفي يا أمي. يخرب بيتك، تعال لحتى أقول لك. شوفي شو صار. وين السمك؟ السمك؟ إيه؟ يلي بعرفه تلاقيه بالبحر. شو؟ عم تتمسخر؟ لا ليش لحتى اتمسخر؟ يعني أنت ما أكلت السمك؟ استغفر الله، كيف رح أكله وأنا صايم؟ كأنك ما عملتها رمضان يلي فات وأكلت الكيك. يا أمي 1000 مرة قلت لكم هذيك غلطة. طيب لكن وين راح السمك؟ ما بدها تفكير، أكيد القطة أكلته يخرب بيتها. إيه والله نسيتها هديك. كله منك أنت ومن القطة تبعك يخرب بيتك. ليش؟ شوفي شو صار، شو عملت؟ إيه والله يا أختي كانت ذكريات حلوة. إيه والله يا أخي استمتعنا كتير وإحنا صغار. هذا كان مثل الشمبانزي بنوط من مكان لمكان، وانت كنتي وراه مثل الهبلة وين ما يروح وراه. ذكريات ولا أحلى الصراحة. شو رح سوي الحين؟ قلت لهم إني عم بطبخ سمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شفتي يا زوجي لما ما تسمعوا كلمتي شو بصير؟ ليش شو صار؟ القطة تبعكم أكلت كل السمك وقرب وقت الإفطار، يعني ما في وقت. كله من القطة يخرب بيتها، رح نبقى من دون إفطار من وراها. والله أول مرة بتقول شي صح. شو رح نسوي هلأ؟ عندي فكرة. نرمي القطة. ها نرميك انت احسن. خلصيني قولي شو الفكرة، لا تجننيني. سهلة،
بنشتري سمك جاهز. اي والله فكرة حلوة، وما بنقول لحدا انه جاهز. بس أمي وبتعرفوها ما بتحب الأكل الجاهز. شو بتريد مني سوي؟ أطبخ مرة ثانية مثلا؟ إيه، أطبخي مرة ثانية. شو المشكلة؟ شو؟ قصدي نشتري جاهز أحسن. A few moments later. المكان أمن، يعني فيني فوت. يخرب بيتك، شوفي. انت يلي شوفي خلعتيني. انت يلي خلعتني، وليش هيك مسوي بحالك؟ أنا بمهمة سرية، لازم جيب السمك من دون ما حدا يدرى. كم سمكة جبت؟ ما في سمك، جبت دجاج. يخرب بيتك، مسوي كل هالمسرحية وفي الأخير جايب لنا دجاج. شو أحمد؟ جبت السمك؟ ما في سمك، جايب دجاج. شو بدي يسوي بالدجاج؟ أبوهم وأنا قاعدة أشوف وش بيسوي بنا ذا السر. يا شيخ غريبة، ليش ما في ريحة أكل؟ هاي بلشت من هلأ، من قبل ما تعرف شيء. الله يستر. ها أذن أذان المغرب. شو فيها كيف مبسوطة على الإفطار؟ شو أنت بنت صغيرة لحتى تفرحي هيك على وقت الإفطار؟ بكفي يا أمي، ما بيصير هيك. عادي يا أخت زوجي، حماتي بتحب المزح، كثير مهضومة ما شاء الله. يا نيف اعملي نفسك ميتة. شو هذا؟ يا أمي هذا دجاج. بعرف إنه دجاج. شايفتيني غبية؟ شو ما قلتي طبختي سمك؟ أنا قلت؟ إيه، أنت مين لك كان؟ لا يا حماتي، يمكن سمعتي غلط. قلت لك طبخت دجاج بالفرن. شو قصدك؟ أنا طرشة. بعيد الشر عنك يا حماتي، بس كلنا بنلخبط، بنسمع غلط عادي. شو قصدك؟ أنا مجنونة؟ لا استغفر الله، مين قال هيك؟ سمعت سمك، أنا متأكدة، مو هيك يا بنتي؟ يا أمي عادي، سمك ولا دجاج، كل نعم ربنا. والله لذيذ كثير هالدجاج. العم أحمد يلي اشتريت من عنده الدجاج يعرف كثير يطبخ، حتى أحسن من دجاج أمي الصراحة. ابني وبتعرفوه بحب المزح مثل جدته، كثير مهضوم. كأني خربت الخطة السرية تبع السمك، طبعا مو بقصدي. والله رمضان أحلى معكم يا أحلى عيلة.